6 حاجات بتعمليها وأنتِ مش واخدة بالِك بتزوّد عندِك غمقان المنطقة الحساسة. أول حاجة هي استخدام ملابس داخلية غير قطنية، يعني الملابس اللي بتتصنّع من ألياف صناعية أو بوليستر. 2 إنِّك تلبسي هدوم ضيّقة عليكِ فترة طويلة من الزمن، خصوصًا وأنتِ برّه في الكلية أو في الشغل أو بتروحي الدروس. تالت حاجة هو إهمال التنشيف المنتظم للمنطقة الحساسة بعد كل مرة شاور وبعد كل مرة دخول حمام. 4 إنِّك ما تغيّريش الفوط اليومية اللي بتستخدميها وأنتِ برّه البيت أو الفوط الصحية أثناء الدورة الشهرية بانتظام. 5 استخدام الغسول المهبلي بشكل متكرر بيعمل تهيُّج في المنطقة الحساسة ومنها بيبدأ يعمل غمقان واسمرار. وآخر حاجة هي إهمال علاج الالتهابات المهبلية بشكل منتظم، خصوصًا الالتهابات اللي بتسبب هرش زي الفطريات. كل الحاجات دي بتزود الرطوبة، العرق، البلل، تهيج، حكة، وده كله في الآخر يؤدي إلى تصبغ وغمقان.